أنانيا وندية وهو زعيمه جوزيف لاغو. جوزيف لاغو ده يا سيدي اللي وقع الاتفاق بتاع السلام مع نميري في 73 في 72. كتب مذكرات جوزيف لاغو، قال احنا كنا على صلة مباشرة بالموساد الإسرائيلي، بل يعني هو بيتكلم عن نفسه، أنا ذهبت لموساد إسرائيل. يعني وجود إسرائيل في هذه المنطقة قديم. طبعا يمكن حد يسأل سؤال، يا رب إيه مصلحة إسرائيل؟ طبعا إسرائيل مصلحتها إضعاف مصر واقعا، ده رقم واحد. كيف يمكن أن تضعف مصر؟ تضربها في الأمن القومي. وين تضربها في الأمن القومي؟ تضربها في مياه النيل. كيف تضربها في مياه النيل؟ بتدخل في السودان. يعني الأمر ده مركب واضح جدا لإسرائيل. عشان تهدد مصر لازم تضرب مصر في أمنها القومي. المياه بالنسبة لمصر أمن قومي. المياه دي أطول ممر لها أو المكان اللي بيتحرك فيه النيل السودان. إذا استقر السودان هذا يعني أنه بشكل مباشر سمحت لمصر بأنها تكون مستقرة اقتصاديا وسياسيا. فتدخل ده تدخل قديم. إسرائيل عندها مصلحة مباشرة أن تضعف مصر، على الأقل دي دول المواجهة المباشرة يعني.